ادعمنا بصلاة سيدنا النبي واشترك عندنا بفضل الله وادعمنا بلايك وفعل زر الجرس. تحياتي لك اخو حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحياتي لكم داخل مصر وخارج مصر، اخوكم حسن فار. اللي في مصر ربنا يبارك له، واللي خارج مصر يجينا بالسلامة ان شاء الله. اخ جميل بيسأل سؤال جميل ان شاء الله باذن الله، النهارده سؤال وجواب بفضل الله. فاخ جميل بيسأل وبيقول ان مشوار تسمين العجول يا عم حسن افضل ام المعيز والخرفان افضل؟ الاغنام يعني، فاهمه الافضل بفضل الله. هل مشوار التسمين يا عم حسن؟ طبعا هو متكلم في 3-4 حتت كده، انا هقول لكم عليه. هو متكلم في حته مشوار التسمين افضل بالنسبه للتسمين العجول ولا بالنسبه لموضوع الخرفان افضل؟ ده اول بند، الاغنام يعني. الارباح بالنسبه للعجول افضل ام بالنسبه للاغنام افضل؟ المجهود بالنسبه للاغنام افضل بالنسبه للعجول التسمين افضل ام بالنسبه للاغنام افضل؟ فان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله هو سؤال كويس وجميل في موضوعه جميل بفضل الله. فان شاء الله ربنا يمن علينا ان شاء الله ونجاوب عليه باذن ربنا. الاول بفضل الله، لو انت اول مره بتشوفنا بفضل الله عز وجل اشترك عندنا بفضل الله، هذا المكان ده لله عز وجل، وفعل زر الجرس بفضل الله عشان كل ما ننزل فيديو يجيلك، وادعمنا بلايك بفضل الله عشان الفيديو يوصل لغيرك. تحياتي لك اخو حسن فار. نبدا بقى الاول بفضل الله مشوار تسمين العجول. التسمين بصفه عامه الاول رقم 1 كده، نبدا بالتسمين. مشوار التسمين ده يا جماعه ككل في مجهود جامد 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 جامد، مرهق جامد. يبقى اول حاجه بالنسبه للمجهود اللي هو بيتكلم عنه، مشوار التسمين العجول في مجهود رهيب رهيب رهيب. يبقى من ناحيه المجهود فمشوار التسمين في مجهود جامد. اما بالنسبه للاغنام ما فيهوش اي مجهود بفضل الله عز وجل، وتعبه هيبقى قليل جامد جامد جامد. ايه المجهود في التسمين يا عم حسن؟ الشراء، تجهيز العنابر، تجهيز المكان، تعقيم المكان باستمرار، الاعلاف، التبن، كل حاجه بفضل الله بتاخد مجهود وكميات جامده ومجهود جامد 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 بفضل الله، في تحصيناته في مصروفه في كل حاجه. هو مشروع عايز الناس بفضل الله اللي يكون عندها عزيمه واللي تكون حابه الموضوع ان شا الله وتبدا فيه، واهم حاجه هي البدايه ان شاء الله، والله عز وجل هيعينها فيه. اما بالنسبه للاغنام في المجهود، فالمجهود في الاغنام بفضل الله عز وجل هو قليل شويه. تجهيز المكان بيبقى امر بسيط، لو ما فيش مكان عندك خالص بفضل الله بتجيب شبك وتعمل مكان تحوط عليه، وحابب ترعى القطيع بفضل الله بترعاه بفضل الله عز وجل زي مكان. ودي هدي وسنه يعتبر عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الانبياء والرسل، بما اننا ذكرنا هذا الشيء او الاغنام، ما في نبي ولا رسل نزل على وجه الارض الا ورعى الاغنام. فمن انبياء والرسل بفضل الله رعي الاغنام. ايه الهدف من رعي الاغنام؟ ايه الهدف؟ ليه الله عز وجل كان بيسخر ويوهب وييسر الامر للانبياء والرسل انهم يرعوا الاغنام؟ لان موضوع الاغنام ورعي الاغنام امر صعب وما فيه مشقه. مشقه ازاي؟ مشقته ازاي تحوط على الامه، ازاي تحوط على العيله، تحوط على الاهليه، ازاي تحوط على الناس، ازاي تحتوي الناس. هي هدفه الوحيد في حته التمام او لم او جمع المجموعه. ازاي؟ وامره شق في ايه بقى؟ في حته ان انت لما غنمه تشرد منك عايز تجري بسرعه تلمها وتجيبها في القطيع. فهدف الانبياء والرسل ان ازاي، او سبب رعي الاغنام ان ازاي الانبياء والرسل كانوا يحتووا الامه، يحتووا الناس. فديت من ضمن جزئيه التعليم فيها ان الاحتواء واللم. انت تبقى ماشي بقى بترعى فيهم مثلا لا مؤاخذه في واخد شويه ارض برسيم او شويه بنجر او شويه حاجه بترعى فيهم بفضل الله، او بشر لب او شويه حاجه بفضل الله عز وجل بترعى فيها. فمحتاج ان انت تحوط عليهم كل شويه، تجري وتحوش دي وتحوش دي وتحوش دي وتحوش دي وتحوش دي. فهذا الهدف من ناحيه المشوار بالنسبه لمشوار التسمين بالحته البدايه بفضل الله في الجزئيه دي وفي الجزئيه دي بالنسبه للمجهود. نيجي بقى لبند الارباح.
بالنسبة للمجال لمشوار تسمين العجول في الأرباح، مشوار تسمين العجول في الأرباح بيحتاج رأس مالية جامد في البداية أو تبدأ بالراحة. يعني معاك لو هتبدأ بالراحة بحتة بحتتين بثلاثة هتبدأ، أهم حاجة قلنا البداية. أما لو هتبدأ متوسط فبتعوز معاك رأس مالية كويس، محتاج إن أنت توفر لنفسك الرأس المالية علشان تقدر تصرف على القطيع بتاعك بالنسبة لمشوار التسمين. يبقى بالنسبة للمالية هيحتاج مصروف منك شوية بالنسبة لمشوار تسمين العجول، تمام؟ وبيعوز اهتمام كبير، أكل وشرب وتحصينات وشغل ومجهود، فبيحتاج معاك رأس مالية عشان تقدر تصرف على المشروع دوت. لو هيبقى حصالة بالنسبة لك بفضل الله ربنا هيرضيك فيها، وفي الآخر الدورة هتمسك فلوس ماسكة بعضها وفلوس أعدادها كبيرة. يعني مثلا عجل ب70، عجل ب80، وقفت على العجل شوية ما بقى ب100، عندك 7-8 عجول ب 700-800 ألف جنيه، فبيعوز رأس مالية كويسة. بدأت بعجل ب20 ب30، علفته ووكلته وصرفت لك عليه 20,000 ب50، بعته ب65، بعته ب70,000، بعته ب75 ب72، هيبقى برضه لملك فلوس وجوالك فلوس على بعضها اللي انت صرفته عليه مع المكسب مع راس الماليه. 3 بنود بيتجمعوا في العجل. الناس تقول لك انا ايه مكسبي في العجول؟ ايه مكسبي؟ هنتكلم طبعا موضوع المكسب عشان ما اطلعش من سياق الموضوع واقول لك الدنيا هتمشي ازاي. فانت بيتجمعوا الثلاثه مع بعض بفضل الله بيعملوا لك راس ماليه تقدر انت تشتري بهم تاني، او لو عايز تحطهم في مشروع، او لو عايز تجوز بنتك، او لو عايز تجوز ابنك، او عايز تعمل حاجه، فبيبقى فلوس ماسكه بعضها. ده بالنسبه لمشوار التسمين. نيجي لمشوار الاغنام. مشوار الاغنام كويس، ممكن يبدا براس ماليه بسيط، يعني يبدا معاك براس ماليه متوسطه او ادنى، حد ادنى او اعلى حاجه. فلو انت معاك النهارده 15,000 20,000 10,000 30,000 تقدر انت تجيب وتبدا من اول بدايه. وقلنا اهم حاجه برضو زي ما قلنا في التسمين هي البدايه. مجهودهم بسيط. لو انت عندك زوجتك في البيت او اخواتك او ابوك او امك او اي حد، ممكن لو انت جبت حته صغيره ترعى عندك في البيت عادي وتاكل اقل الاقل، وربنا يرضيك منها مع الوقت، مش هتحس بيها باي حاجه. اما لو عملت متوسط مثلا جبت 10 حتت ولا حاجه وجبتهم عشاري، ربنا هيرضيك منهم لو ولدوا، وبفضل الله عز وجل اللي هيطلع بالذريه تطلع منهم علفتها ووكلتها بفضل الله ربنا هيمن عليك منها وهيطلع لك منها برضو ايه خير. المكسب بيبقاش عالي هنا، لان احنا زي ما قلنا هنا مثلا انت بدات مثلا حته جبتها ب 3000 ب 4000 ب 5000، هتاكل عندك ب 1000 ب 1000 ونص، هتبيعها مثلا هتكسب لها كمان 500 كمان 1000، وممكن تلم نفسها بالعافيه. او لو زادت فده رزقك من عند الله عز وجل، بفضل الله كل حاجه هتكسب ان شاء الله. فبفضل الله عز وجل ده هيبقى مكسبه برضه راس الماليه بتاعته صغيره ومصروفه بسيط وبرضه مكسبه بسيط. زي ما يقول لك كل كتير تعمل حمام كتير. فاعزكم الله. فطبعا انت حسب مجهودك وحسب المكان بتاعك. فزي ما يبقى زي ما قلنا في مشوار التسمين هنا بالنسبه للخرفان، ان انت لو بدات بفضل الله عز وجل براس ماليه بسيط هتجيب حاجه بسيطه، هتلاقي هيبقى بسيط، مكسبها هيبقى برضه بسيط. بالنسبه للمجهود زي ما قلت لك بفضل الله ممكن انت بالنسبه لمشوار التسمين كله عتاله وتعب وشقى. اما بالنسبه لمشوار الخرفان زي ما قلت لك ممكن ترعاهم في اي مكان بفضل الله، ويبقى امورهم بسيطه بفضل الله وجميله. انت ممكن تقعد امل منهم وتبعد على التليفون عادي ان شاء الله، وربنا ييسر لك الامر. هنا محتاج راس ماليه كويسه تقدر تبدا بيها. لو هتبدا نتكلم عن المتوسط يا جماعه، المتوسط عشان يبقى في حد ادنى وفي حد اعلى. المتوسط بالنسبه لمشوار التسمين محتاج راس ماليه كويسه، تبدا تجهز عنابر، تجهز مكان، تجهز دنيتك، تبدا بفضل الله عز وجل تشتري الحاجه من السوق، تبدا بفضل الله عز وجل تجيب لها اكلها وتوفر لها اكلها، تبدا تشتغل معاها 10 على 10، الله عز وجل هيرضيك فيها، وهتبدا بفضل الله تستثمر فيها وتكبر راس ماليتك في مشوار تسمين العجول. هنا حد متوسط برضه هتبدا فيه، هيبقى مش محتاج تجهز مكان كتير، امورها هتبقى بسيطه في الاول ومش محتاجه مصروف، تقدر تحط فلوسك في الاغنام وتبدا واحده بواحده بواحده بواحده، وبرضه هتجيب لهم اكلهم خفيف 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 بفضل الله. او لو هتشتري شويه برسيم من حد او شويه دريس او شويه بنجر او شويه قشر لب او اي حاجه بفضل الله، هتستثمر فيهم واحده واحده وترعى فيهم بفضل الله. او لو هم حاجه بسيطه ممكن تطلع ترعى بهم في اي مكان، ربنا هيرضيك منهم. لو يوم معكش فلوس هتقدر ترعى بهم وتوكلهم، فبفضل الله هتستثمر برضه فيهم وراس ماليتك هتزيد هنا ان شاء الله. بس المكسب ممكن ما يبقاش كتير في الحد المتوسط
بس الله عز وجل هيرضيك هنا وهيرضيك هنا بفضل الله. الاثنين هما كويسين، وان شاء الله باذن الله. انا دايما بفضل هو التعب والمجهود وراس الماليه. هو بفضل الله عز وجل انا بفضل مشوار تسمين العجول بالنسبه للناس المقتدره اللي تقدر تكمل فيها، والناس اللي تقدر تبدا فيها حتى لو بدات بحد ادنى. ليه؟ لان انا ببص للماليه ازاي؟ ان هي دي لو حصاله يبقى ناخد الحصاله الكبيره. لو انا بعمل حصاله عشان اعمل حاجه لنفسي، فهجيب عجل ب 20,000 ب 30,000، هبدا استعي معاه واكل واكل معاه واشجع معاه مع شغلي، هقدر اصرف عليه من حساب من حق شغل 1000 2000 3 في الشهر، 3000 جنيه على قد العجل الواحد. ربنا هيرضيني منه كانها حصاله بتجمع راس الماليه مع المصروف اللي انا صرفته مع مكسبي، هيعمل لي راس ماليه اقدر ان انا احطها في اي حاجه تساعدني بفضل الله عز وجل. اما مشوار التسمين الخرفان هيبقى اقل شويه، العائد بتاعه هيبقى اقل شويه، دي هتبقى اقل شويه، يبقى راس الماليه بتاعته قليل برضه، هتعمل بيها حاجه ان شاء الله باذن الله. وان بدات في الاثنين فهم خير. اسف ان انا طولت عليكم، يا رب اكون فدتك. تحياتي لك اخوكم حسن الفار. ولو حد عايز اي حاجه بفضل الله عز وجل يكتبها لي في التعليقات، ان شاء الله نبدا مع بعض باذن رب العالمين اليومين الجايين دول، ان احنا بفضل الله يبقى سؤال وجواب بفضل الله. لو عجبك على سيدنا النبي واشترك عندنا بفضل الله، وادعمنا بلايك وفعل زر الجرس. تحياتي لك اخوكم حسن الفار.